السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ماما نعمة. غادي نوجد معكم عصير اللي كيجي أكثر من رائع، بنين وخاتر وصحي، والأهم اقتصادي. تبعوا معايا الطريقة حتى الأخير باش تشوفوا كيفاش صايبته. هنايا غادي نحتاج كما وريت لكم في التصويره اولا في الصوره ديال الفيديو. غادي نحتاج واحد البرتقاله اولا الليمونه اولا التشين اولا المندرين، ما عرفت كل واحد شنو كيقول ليه. المهم الليمونه اللي كتكون هكا كبيره. من الاحسن انكم تستعملوا داك الليمون اللي كيتكال، يعني ماشي ديال العصير حيت كيكون اصلا حامض شويه. هذا كيكون شويه حلو، يعني باش نكتفيو غير بالحموضه ديال الحامض، يعني ما نزيدوش حتى الحموضه ديال الليمون. واكيد حتى التفاح، راه التفاح الصفر حتى هو فيه واحد المذاق اللي كيكون حامض شويه، يعني كيتواتاو مع بعضياتهم هاد المكونات كاملين. كما كتشوفوا راه كنقطع داك البرتقاله، كنقطعها هكا مربعات، والحامض نفس الشيء كنقطعو، كنحيد ليه ديك القشره اللي على برا. انا هنايا الحامض كما كتشوفوا حتى هو راه داك الحامض اللي كتحيد ليه القشور دغيا. ممكن تستعملوا اي حامض عندكم ماشي مشكل، غير هو كما كتشوفوا حاولوا انكم تنقيو ليه دوك الخيوط اللي كيكونوا على برا وتقطعوا الحامضه ديالكم. والاهم انكم الحامضه تقلبوها مزيان مزيان وتخليو فيها حتى شي عظم. داك الخيط اللي كيكون داخل داك الابيض تحيدوه. كما كتشوفوا راه كنفلي الحامضه، يعني راه كنقلبها شويه بشويه، راه غيدوز لكم غير عظم صغير صافي العصير ديالكم كيخسر، كيولي مر، يعني ما تقدوش باقي تشربوه وما تعرفوش المشكل منين جاي. كما قلت لكم هنا فاش كنقطع الحامض بحال بهذا الشكل هذا كيكون دوك المثلثات صغيورين، راه كيكون العظم لداخل، وكيكون بعض المرات عظم رقيق اولا الصغير. يعني الا ما فليتوش الحامضه بهذا الشكل هذا راه ما يمكنش يبان لكم. يعني قلبوا الحامضه مزيان مزيان حتى تحيدوا لها كاع العظوم، وتاكدوا عاد ديك الساعه تزيدوها للبرتقال ديالكم. نفس الشيء التفاحه، كما قلت لكم هذا العصير كيتواتى مع التفاح الصفر. من الاحسن الا كان عندكم الصفر راه كيجي مذاقه زوين بزاف. كنحيد ليه غير داك العظم حتى هو، يعني داك اللب اللي كيكون لداخل صافي، وكنخليها بالقشره، يعني ما كنحيدش القشره، وكنقطعها مربعات وكنضيفها حتى هي. انا من الاحسن انا كنفضل دائما العصير، هاد العصائر اللي ما كيطيبوش، يعني ما كنسلق حتى شي حاجه، ما نسلق لا برتقال لا حامض لا حتى شي حاجه، لا تفاح لا والو. كنفضل هادو اللي كيكونوا هكا طبيعيين. احسن انهم يتسلقوا، يعني النص ديال الفوائد ديالهم كيمشيو صافي. من بعد ما ساليت غادي نحط الكاس ديالي على الخلاط، وغادي نزيد ليه واحد الكاس ديال الماء، تقريبا واحد 2 كيسان ديال العنبه بحال هكداك. يعني ما كنكثرش الماء في الاول، غير باش كنطحن داك الحامض والبرتقال وديك التفاحه، كنطحنهم مزيان مزيان صافي. كنوجد واحد الصفايه حدايا من بعد ما تطحنوا، وكنصفي هذا الخليط صافي باش كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون يعني متجانس، ما كيبقاش لنا داك الجلفه ديال الحامض اولا داك القشور ديال التفاح كيبقاش لنا في الفم ديالنا. واخا راه كما قلت لكم راه ممكن حتى الماكينه اللي كانت كطحن لكم مزيان، من الاحسن انكم تصفيو هذا العصير بالضبط، يعني من الاحسن انه يتصفى صافي. كنصفيه بحال هكا في واحد الشبيكه كما كتشوفوا معايا. كنبقى نحرك هكا بالمعلقه غير بشويه، يعني حتى كينزل لنا داك العصير بوحدو، ما كينزلوش مع لا قشور لا حتى شي حاجه. كيبقى لنا هاد التخت هذا في القاع ديال الشبكه كما كيبان لكم صافي على هاد الشكل هذا. وغادي نرجع الخليط اولا داك العصير ديالنا غادي نرجعو للكاس ديال الخلاط باش نضيف ليه باقي ديال المكونات. هاد العصير صراحه بنين بنين بزاف، وكما قلت لكم راه دغيا دغيا كيوجد، يعني اخر حاجه ممكن انكم تصايبوها لفطوركم صافي. هنايا غادي نضيف للعصير البنان. عندي 2 بنانات هي اللي غادي نضيف للعصير، هو اللي كيختر لينا العصير وكيجي القوام ديالو ثقيل
صافي من بعد ما كنقطع ديك البنانه كنضيف عليها واحد الساشيه ديال الفاني، راه كدير واحد الاضافه اللي مميزه بزاف، واحد الريحه واحد المذاق كيجي يا سلام. هنايا كنضيف البنانه الثانيه. النصيحه اللي غادي نعطيكم في هذا العصير، ما تضيفوش اولا ما تصايبوش هذا العصير حتى تبغيو تقدموه، يعني الا صايبتوه من قبل وخليتوه راه داك البنان كيكحال وكيتبدل اللون ديال العصير، ما كيبقاش لونه زوين. صافي هنايا كنضيف واحد الكاس اخر ديال الماء. هنا غادي يبان لكم واحد الكاس ديال العصير حيدته، نقص منه كاس يعني ما درتش ليه السكر، عاد كنضيف السكر على حسب الذوق. يعني غير الناس اللي ما كيشربوش العصير بالسكر حاولوا انكم تعطيوهم العصير بلا سكر. بالنسبه للسكر راه كتضيفوا النسبه اللي كتكفي كل واحد، يعني نتوما كتضيفوا وكتذوقوا كتشوفوا النسبه ديال السكر اللي كافياكم. هنايا انا تقريبا درت واحد 4 د المعالق كبار، يعني يلا الحلاوه كتجي هي هذيك. صافي كنخلطها كما شفتوا واحد التخليطه هكا خفيفه، غير باش كيتخلط لنا داك السكر وكيجي القوام ديالو خاتر وكيوجد في الدقيقه 90. كيجي يا سلام. كنتمنى انكم تجربوه وتشاركوا لي الراي ديالكم في التعاليق الى عجبتكم الوصفه. ما تنساوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الوصفات. كما كتشوفوا راه كيخرج الخير والبركه. كنتمنى انكم تجربوه وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى وصفه جديده مع فيديو جديد كنقول لكم السلام عليكم.